مقطع الغرفة كان بعد السرقة، فكلامنا عن الثلاثة مقاطع اللي قبلها تقريبا أنا كان الدخل اللي بيجيني دخل الثلاثة مقاطع هذه مع يعني المشاهدات اللي كانت تجي بنفس الفترة هذيك في المقاطع اللي قبل. كان مبلغ الحمد لله يا رب، كان مبلغ جميل. ما انتم متخيلين قد ايش انا كنت احتاج هذاك الوقت بشكل ما تتخيلونه. ونرجع لنفس موضوعنا، اني جاي يوم 21 انتظر ذا ما جت، جاي يوم 22 ما جت، يوم 23 ما جت. انا اذكر انها الى يوم 26 الراتب يجي من يوم 21 الى 26 واحده من هالايام. فرحت اكدت من اليوتيوب انها فعلا اليوم 26، فقلت الحمد لله في بصيص امل هاليومين. جاء يوم 25 وما تحولت، فدخلت على جوجل ادسنس ورحت شفت على موضوع الحوالات ما الحوالات ولقيت انها وصلت، طلع لي انها تحولت. فانا ما ادري كيف كاتب لي انها تحولت وهي ما وصلتني في حسابي اللي قفلته. كاتب ان انت بتغلط في اي حرف، كان حسابك البنكي اللي انت حاطه غلط او مقفل والفلوس تحولت ضاعت عليك 100%. كذا اكتمل المبلغ، واقدر اقول ان في 12 يوم طار من يدي لغيري 10,860 ريال. الحمد لله على كل حال، الله يقطع ابو حظي ويقطع ابو شكلك يا ابو كاب ويقطع من يمزح معك. سلام عليكم.